فيلمنا بيبدأ في مدينة إيرلندل وبنشوف مجموعة عمال وهم بيحفروا في الجليد، لكن كان واضح عليهم البهجة والسعادة علشان كانوا مقضيينها غنى. وبنتعرف ساعتها على طفل صغير اسمه كريستوف اللي كان بيساعدهم وفي نفس الوقت مستمتع بوقته معاهم. وفي نص الليل بنروح لبنت اسمها آنا واللي كانت نايمة هي واختها الكبيرة إلسا، لكن آنا ما كانش جايلها نوم علشان كده حاولت تصحي اختها تلعب معاها. وبرغم ان إلسا كانت رافضة تصحى من النوم اساسا الا انها بتوافق علشان تفرح اختها، وبيخرجوا يلعبوا سوا في تلج. وإلسا بتبدأ تعمل خدع سحرية لآنا اللي بنكتشف ان إلسا بتقدر تتحكم في الجليد وبتصنع رجل تلج كمان وبتخليه يتكلم مع اختها، وكانوا مقضيينها لعب وهزار سوا. لكن آنا من كتر ما هي كانت مبسوطة بتجري تنط من فوق جبل عالي وبتقع على الارض. فلما إلسا بتشوفها بتحاول تساعدها وتنقذها، تحدف عليها كورة تلج بالغلط. وقتها الكورة بتيجي بقوة في وش آنا وبيغمى عليها، وإلسا بتحس بالندم علشان هي السبب في اللي حصل لاختها. لكن من حظها ان باباها ومامتها بيظهروا فجأة وبيشوفوا آنا واقعة على الارض، وساعتها بنعرف والد إلسا وآنا يبقى ملك مدينة إيرلندل اللي اول ما بيلاقي آنا درجة حرارتها مرتفعة بيجري بيها لمدينة بعيدة وسط الجبال علشان يعالجها. بنشوف طفل اسمه كريستوف ويكون متابع الملك وبيشوفه وهو بيجري ببنته، فبيركب الغزال بتاعه وبيطلع يجري وراهم. وبيعديش كتير والملك بيوصل لمدينة مليانة بكائنات شكلها غريب واللي كانت أشبه بالصخور بالظبط، لكنهم أول ما بيشوفوا الملك بيتجمعوا حواليه. أما كريستوف بيكون شايف كل ده من بعيد وبينبهر بشكل الكائنات جدا. لحظتها الملك بيقابل زعيم الكائنات الغريبة دي وبيطلب منه يعالج بنته، فالزعيم بيبدأ يعالج آنا، لكن من ضمن العلاج بيمسح ذاكرتها تماما، وده علشان ما تفتكرش أي حاجة عن قوة إلسا أختها وتفضل طول الوقت خايفة تقرب منها. وبيعرفهم كمان إن إلسا قوتها هتزيد قوي ومش هتقدر تتحكم فيها، وده هيأثر على حياتها لأنها هتفقد التحكم في نفسها. وبينصحهم إنهم يعلموها إزاي تتحكم في قوتها دي قبل ما سكان مدينة إيرلندل يعرفوا بيها، وساعتها هيخافوا منها. ولما الملك بيسمع كلام ده أول حاجة بيعملها لما بيرجع البيت إنه بيقفل كل الأبواب وبيحبس إلسا جوه القصر علشان محدش يتعامل معاها نهائي. حتى أختها آنا بيبعدها عنها علشان ما تتأثرش بقوتها وتفتكر أي حاجة من الحادثة. لكن آنا ما كانتش فاهمة إن كل ده لمصلحتها، وكان نفسها تلعب مع أختها زي ما كانوا متعودين. وعلشان مش فاهمة حاجة من اللي بيحصل فكانت دايما بتحاول تقرب من أوضة إلسا. وقتها الحراس كانوا بيمنعوها وكمان والدها. وبتعدي السنين وبنشوف الملك وهو بيجهز نفسه علشان ناوي يلف المملكة لمدة أسبوعين، وبيعين إلسا مكانه علشان تحكم المدينة لحد ما يرجع. لكن الحظ ما كانش في صالحهم أبدا لأنهم بيركبوا سفينة في البحر والسفينة دي بتغرق وبيموتوا، وبكده تبقى إلسا الملكة الرسمية للمملكة. ولما الخبر بيوصل للمملكة كلها سكان كلهم بيزعلوا على موتهم وبيعملوا مراسم دفن كبيرة جدا، ما عدا إلسا اللي ما بتخرجش من أوضتها من كتر الحزن وكمان علشان ما تأذيش حد بقوتها. ومن هنا بتبدأ آنا تحس بالعزلة، وخاصة إن مبقاش فاضل لها حد غير أختها اللي ما بتعرفش تشوفها ولا مرة. وكل ما تحاول تقرب منها إلسا هي اللي بتمنعها وبتحبس نفسها في الأوضة، وآنا مش فاهمة أي حاجة من اللي أختها بتعمله. وبعد ما بيعدي 3 سنين بنشوف الدنيا اتغيرت خالص في المدينة والناس نسيوا الملك القديم. واليوم ده كان حفلة تتويج لإلسا علشان تبقى الملكة بتاعتهم. تبدأ آنا تجهز نفسها وهي فرحانة علشان تحضر حفلة تتويج، وبتخرج تشرف على تجهيز حفلة بنفسها. بس وهي ماشية بالغلط بتخبط في حصان وبيطلع حصان تبع واحد اسمه هانز واللي بيعرفها بنفسه وإنه أمير من الجزر الجنوبية. فبتفرح آنا وبتعرفه بنفسها هي كمان وإنها أميرة المملكة، وبتسيبه وبتمشي بسرعة علشان تكمل إشراف على الحفلة. وبعد شوية بتبدأ حفلة التتويج أخيرا، وبتخرج إلسا من أوضتها لأول مرة وكل سكان المدينة كانوا مبهورين بجمالها. وبتبدأ طقوس التتويج والمفروض إن إلسا تشيل الصولجان، فبتضطر تخلع الجوانتي بتاعها علشان تمسكه. وأول ما بتمسك الصولجان بيبدأ يتجمد في إيديها، فبتخاف حد ياخد باله وبترميه بسرعة، وبترجع تلبس الجوانتي بتاعها من تاني وبيقدموها بشكل رسمي على إنها الملكة الجديدة لمملكة إيرلندل. وبتبدأ فقرات الحفلة واللي من ضمنها فقرة الرقص. وقتها آنا بتقرب من أختها وبتقول لها إنها مبسوطة جدا علشان شافتها من سنين. ولما آنا بتحاول تقرب من إلسا علشان يرقصوا سوا
جوه إلسا بتتعصب وبتبعد عنها بسرعة. ساعتها أنا بتحس في حاجة غريبة وإن أختها مش حابة تقرب منها، فبتزعل وبتبدأ تمشي من الحفلة وهي متضايقة، لكن بتخبط في هانز مرة تانية واللي كان باين إنه معجب بيها، فعرض عليها إنه يرقص معاها. وبعد ما بيخلصوا فقرة الرقص خرجوا يتمشوا سوا في الجنينة، وساعتها هانز بيبدأ يحكي لها وبيعرفها إن عنده 13 أخ وكلهم بيكرهوه، فبترد أنا عليه بإن كلهم شبه بعض، وده لأنها كل ما تحاول تقرب من أختها بتبعدها عنها. فهانز بيبدأ يتأثر بكلامها وبيحس إنها طيبة، ومن غير ما ياخدوا وقت في التعرف على بعض بيعرض عليها هانز الجواز على طول. والغريبة إن أنا بتوافق هي كمان، وبتاخده وبتروح لأختها إلسا علشان تطلب موافقتها على الجواز. لكن إلسا بتستغرب إنها عاوزة تتجوز من هانز برغم إنهم لسه متعرفين على بعض، وبترفض جوازه وبتسيبهم وبتمشي. بس أنا بتتعصب وبتقولها إنها عاوزة تشارك حد حياتها لأنها مش هتقدر تعيش معزولة عن الناس زيها، وكل ده بيكون قدام الناس اللي في الحفلة. ساعتها إلسا بتحس بالإحراج، ومن كتر الإحراج اللي هي فيه ما بتقدرش تتحكم في مشاعرها، وبالغلط بتعمل ما بينهم حاجز من التلج. وقتها الناس بيتصدموا من قوة إلسا، وإنهم أول مرة يعرفوا إن إلسا عندها قوة سحرية، فبتخاف إلسا من نظراتهم وبتطلع تجري على بره لحد ما بتوصل للجنينة وتلمس النافورة من غير ما تقصد. فساعتها المية بتاعت النافورة كلها بتتحول لتلج، فالناس بيبدأوا يخافوا منها وبيبعدوا عنها، وإلسا بتخاف أكتر منهم. وكمان علشان مش قادرة تسيطر على قوتها بتطلع كتل تلجية كتيرة من إيديها وبتضرب الناس بيها، وده بيسبب حالة فزع وخوف عند الناس لأنهم بيفكروا إلسا بتهجم عليهم. وإلسا بتحول النهر لقطع تلج وبتجري فوقه لحد ما بتهرب بره المدينة. وبسبب اللي حصل ده الصيف بيتحول لفصل الشتاء والبلد كلها بتتحول لجليد. وقتها بس أنا بتفهم سبب العزلة اللي أختها كانت فيها وإنها ظلمتها من البداية، وبتقرر تاخد الحصان بتاعها وتروح تدور على أختها علشان ترجعها. فهانز بيساعدها وبيركبها الحصان وبيسيبها تروح لوحدها. لكن قبل ما أنا تتحرك بلغ هانز إنه هيبقى المسؤول عن المملكة في غيابها. ومن الناحية التانية إلسا كانت حولت المكان اللي حواليها كله الجليد، وبتكلم نفسها وبتقول إنها مش هتخاف من حد تاني، وبتقرر إنها تبني قصر خاص بيها من التلج علشان تعيش براحتها وتبقى بعيدة عن الناس خالص. وبنرجع وبنشوف أنا وهي ماشية وسط منطقة جليدية وعمالة تنادي على أختها في كل مكان، لكن فجأة وهي ماشية بيقع جنبها شوية تلج فبتخاف وبتنزل تستخبى جنب شجر، والحصان بتاعها بيسيبها وبيهرب. كده بقت وحيدة وكمان من غير أي حاجة تساعدها، وبتفضل ماشية تدور على أي حد يساعدها لحد ما بتلاقي محل وسط الغابة، فبتدخل تدور على أي جزمة تلبسها. ولما بتسأل صاحب المحل لو كان شاف أختها فبيعرفها إنه مفيش حد جه هنا من فترة، وده بسبب العاصفة الثلجية اللي غطت المكان. وفي نفس اللحظة بيدخل عليهم راجل متغطي بتلج، فبيجمع شوية حاجات وبيقول لصاحب المحل إنه هيبقى يدفع له بعدين، لكن صاحب المحل بيرفض وبيطرده بره. وفي اللحظة دي بيبان ملامح الراجل، وساعتها بنعرف إنه كريستوف الطفل اللي شاف أنا وهي صغيرة عند الكائنات السحرية. وبعد شوية بنشوف أنا وهي داخلة عليه بالحاجات اللي كان محتاجها من صاحب المحل، وبتطلب منه إنه يوصلها لمنطقة الشمال لأنها مفكرة إن أختها هتبقى هناك، وبيوافق على العرض بتاعها من غير ما يسأل. وبعد شوية بنشوفهم وهم راكبين العربية وبيجروا وسط الجليد. تبدأ أنا تحكي له عن حياتها وإن أختها مش موافقة على جوازها، لكن كريستوف بيكون مقتنع بكلام أختها، وخصوصا إنها مش هينفع تتجوز من شخص لسه متعرفة عليه جديد. فبتحاول تقنعه لكن بيوقفها وبيقولها إنه سامع أصوات غريبة قريبة منهم، ولما بيركز شوية بيتفاجئ بمجموعة ذئاب محاصراهم. ساعتها بيؤمر الغزال بتاعه يجري بسرعة، لكن وهم بيجروا بسرعة كريستوف يقع من العربية، ومن حسن حظه إنه بيتعلق في حبل بيفضل مربوط في العربية. بس الذئاب كانت بتحاول تهجم عليه، وساعتها أنا بتبدأ تهدف عليهم نار علشان تساعد كريستوف، وبتساعد كريستوف لحد ما بترجعه تاني العربية، لكن ما بيعديش كتير وبيتفاجئوا إن الطريق مقطوع وإنهم هيقعوا من فوق جبل عالي. وقتها كريستوف بياخد أنا وبيركبوا على ظهر الغزال وبيفكوا العربية منهم علشان ينطوا للناحية التانية، والعربية بتقع تحت الجبل وبتتدمر. لكن كريستوف كان هيقع من على الجبل لولا إنه بيمسك في الحافة على آخر وقت لحد ما أنا بتروح تساعده وبتطلعه، وبتوعده إنها هتبقى تجيب له عربية جديدة بدل اللي دمرت، لأن كل اللي حصل ده بسبب
بسببها، وبيكملوا طريقهم لحد ما بيعدوا على رجل تلجي اسمه أولاف. ولو تفتكروا هو نفس الراجل التلجي اللي إلسا صنعته وهي صغيرة لأختها آنا، وآنا لما بتشوفه بتفتكره على طول. ساعتها أولاف بيفرح لما بيعرف إن آنا تبقى أخت إلسا، عرفها إنه عارف طريق إلسا وهيوصلها ليها. وفي نفس الوقت بنشوف هانز وهو بيوزع بطاطين على سكان المملكة، وده لأن المكان كله اتحول لقطع تلج بسبب قوة إلسا. ومن وقتها والصيف بقى عندهم شتاء ومفيش أي حل للموضوع ده خالص. وبيتفاجئ لما بيشوف حصان آنا راجع لوحده، وبيفهم إن كده إن آنا خطر، فبيطلب متطوعين من أهل المملكة علشان يساعدوه يرجعوا آنا. وقتها الوزير بيرد عليه وبيقوله إن الحراس بتوعه هم اللي هيروحوا معاه، لكن بصوت واطي بيقوم طالب من الحراس إنهم أول ما يشوفوا إلسا وآنا يخلصوا عليهم علشان يسيطر على المملكة. وبنرجع مرة تانية لآنا وكريستوف وهم ماشيين مع أولاف، ولما بيوصلوا للقصر بتاع إلسا آنا تطلب منهم يفضلوا بره لحد ما تدخل تتكلم مع أختها لوحدها الأول، فبيوافقوا على طلبها وبيسيبوها. تدخل آنا تدور على أختها لحد ما بتلاقيها، وبتحاول تقنعها ترجع معاها للمملكة علشان تحكمها من تاني، لكن إلسا بترفض ترجع معاها. وقتها آنا تقول لها إنها لازم ترجع معاها علشان ترجع كل حاجة لطبيعتها من تاني. لحظتها إلسا بتتوتر من كلامها، وبتعرفها إنها لسه ما اتحكمتش في قوتها بشكل كامل. من كتر التوتر اللي عندها بتضرب آنا كورة تلج من غير ما تقصد، والكورة بتبقى كبيرة فآنا بتتعب جامد. على دخلة كريستوف واللي بيجي يساعد آنا وبيطلب منها إنهم يمشوا حالا، لكن آنا بترفض تمشي لوحدها وبتقوله إنها مش عايزة تمشي غير لما تاخد أختها معاها. وقتها إلسا بتتعصب أكتر وبتصنع لهم رجل تلج عملاق وبتخليه يطردهم بره القصر. وفجأة شعر آنا بيتحول للشعر الأبيض، ولما كريستوف بياخد باله بيقلق عليها جدا وبيعرفها إن وضعها بقى خطير ولازم تتعالج ضروري، وبيقولها إن لما شعرها كله يتحول للون الأبيض ساعتها حالتها هتبقى خطيرة وهتموت. وبيقرر ياخدها لأصحابه علشان يعالجوها، وبنكتشف إن أصحابه دول هم نفس الناس اللي عالجوها لما تعبت وهي صغيرة. وأول ما بيوصلوا لكائنات بترحب بيهم وبيبقوا مبسوطين بوجود كريستوف عندهم، ولما بياخدوا بالهم من آنا بيفتكروها حبيبته. كريستوف بيعرفهم إنها مجرد صديقة مش أكتر، بس معاملته معاها كانت مختلفة وبتقول عكس كده خالص، وكان باين عليه إنه أعجب بيها. وفي الوقت ده بيطلع الزعيم بتاع الكائنات وبيكشف على آنا وبيعرفها إن إلسا ضربتها ضربة قوية في قلبها، وإن قلبها لما يتجمد بشكل كامل هتموت، وللأسف مش هيقدر يساعدها بحاجة. وبيعرفها إن حلها الوحيد علشان تخاف إنها تقابل حب حقيقي، وللأسف مش هيقدر يساعدها بحاجة. فبتتأثر بكلامه وبيبدأ شعرها يتحول للون الأبيض وبتبدأ تتعب أكتر. ساعتها كريستوف بيفتكر كلامها معاه عن حبيبها هانز وبيقرر يرجعها ليه يمكن تخاف، وبياخدها على الغزال بتاعه وبيطلع يجري على المملكة. في نفس الوقت كان هانز وصل لقصر إلسا ومعاه الحراس، ولما بيحاول يدخل يدور على إلسا وآنا بيتفاجئ برجل التلج قدامه، فبتدور معركة كبيرة ما بينهم، لكن حراس الوزير بيتسحبوا من وراهم وبيدخلوا القصر ويدوروا على إلسا علشان يقتلوها زي ما الوزير أمرهم. وأول ما بيوصلوا لها بيحاولوا يضربوها بأسهم كتير، لكن إلسا بتواجههم وتتصدى ليهم بدروع من تلج، بس وهي مشغولة مع واحد بيلف حارس تاني من ورا ظهرها وكان هيقتلها. وقتها هانز بيشوفها وبيروح يغير مسار الضربة بتاعته، فالسهم بيضرب في نجفة تلج كبيرة في السقف كانت هتقع فوق إلسا لولا إنها بتجري بسرعة، لكن من قوة الوقعة بتاعة النجفة إلسا بيغمى عليها. وتاني يوم لما بتصحى إلسا من النوم بتتفاجئ بنفسها محبوسة جوه زنزانة، وبنكتشف إن هانز هو اللي حبسها علشان ما تأذيش حد بقوتها. وبنرجع لكريستوفر اللي بنكتشف إنه وصل للمملكة أخيرا، فبيسلم آنا للحراس علشان يوصلوها بحبيبها هانز وبيسيبها وبيمشي، وبيبان إنه متعلق بيها جدا. فبتوصل آنا لهانز وبتحكيله عن كل اللي حصل، وبتعرفه إن قلبها متجمد وهتموت قريب، وإنه حبه ليها هو الوحيد اللي هينقذها. ساعتها هانز بيبان على حياته وبيعرفها إنه ما بيحبهاش ولا حاجة، وبنكتشف إنه كان جاي المدينة علشان يسرق حكم المملكة من إلسا، واستغل المشاكل اللي ما بينها وما بين أختها علشان يقرب منها، وكان مستني اللحظة المناسبة اللي هيخلص منهم هما الاتنين، وبيقرر يسيبها تموت لوحدها، وبيعرفها إنه هيخلص على إلسا علشان ما يتفضلش حد فيهم، وبعدين حكم المملكة يروح له هو، وبيحبسها
في اوضتها وبيسيبها وبيمشي وبيروح يبعت رجالته علشان يقتلوا إلسا، لكن من حسن حظها انها بتسمع الحراس وهم بيقربوا منها وناويين يقتلوها، فبتدمر الزنزانة بتاعتها وبتهرب. في نفس الوقت بنشوف كريستوف وهو قاعد حزين جنب القصر، وقتها بياخد باله من عاصفة ثلجية جوه القصر، فبيقلق على آنا وبيجري يدور عليها. ولما بنرجع لآنا بنشوف أولاف قاعد جنبها، واللي لما بيلاقيها تعبانة جامد بيولع نار جنبها علشان تدفى، وبرغم انه رجل تلج وهيسيح من النار الا انه بيضحي بنفسه علشان آنا تعيش. في نفس الوقت إلسا بنلاقيها بتحاول تهرب من المملكة، لكن هانز بيظهر قدامها وبيعرفها ان آنا ماتت بسببها، فبتنصدم إلسا لما بتعرف ان اختها ماتت وبتحزن وبتقع على الارض. وقتها هانز بيستغل الفرصة وبيطلع سيفه علشان يقتلها، لكن قبل ما يقرب منها بتظهر آنا وبتجري تقف قدام هانز، بس جسمها كله بيتجمد وبتتحول لتمثال من الجليد، وبتتصدى لضربة السيف بتاعت هانز، فالسيف بينكسر بسببها. ولما إلسا بتشوف أختها متجمدة قدامها وإنها أنقذتها وفادتها بحياتها، فبتحضن أختها وهي بتعيط جامد، وساعتها بيبدأ الجليد يسيح من على آنا وبترجع لطبيعتها من تاني، وبيظهر إن حب إلسا كان صادق من البداية، بس آنا ما كانتش واخدة بالها. فبتفرح إلسا برجوع أختها ليها، بتحاول تسيطر على قوتها، بتخلي التلج كله يسيح عن المملكة لدرجة ان الصيف بيرجع من تاني، وبتقرر انها تسجن هانز والوزير جزاء على خطتهم الشريرة وانهم بانوا على حياتهم. اما آنا فلقت حب حياتها اخيرا واللي طلع كريستوف، وإلسا طبعا مرضتش ترفض المرة دي، وخاصة بعد ما اتأكدت انه بيحبها بجد. وكمان آنا بتوفي بوعدها وبتجيب عربية جديدة لكريستوف بدل اللي اتدمرت، وإلسا بترجع الملكة الرسمية للمملكة بعد كل اللي حصل، والناس كلهم رجعوا يحبوها من تاني. وبتحول إلسا الأرض لجليد علشان تخلي الناس يرقصوا عليها، وبيعيشوا مع بعض في المملكة بكل حب وسعادة. فيلمنا بيبدأ وبنرجع بالزمن وبنشوف فيه إلسا وهي بتلعب مع أختها آنا بالتلج، وبيدخل عليهم باباهم وبيحكي ليهم حكاية قديمة جدا حصلت معاه وهو طفل غيرت حياته كلها. بيقول لهم ان كان في غابة مسحورة في ارض الشمال عايش عليها شعب بيتحكموا في قوة الطبيعة اللي هم الهواء والمية والنار والارض، لكن جد إلسا والد باباهم وقتها كان ملك مدينة إيرلندل بيعمل معاهدة صداقة مع الشعب ده، وبيبني ليهم سد علشان يخزنوا فيه المية بتاعتهم علشان يعبر ليهم عن حبه. ووقت ما كان الشعبين بيحتفلوا ببناء السد بيحصل ما بينهم للأسف معركة من غير سبب وما بيكونش حد عارف مين اللي بدأها، وده السر الخطير اللي هنعرفه قدام. وأثناء المعركة بيقع جد آنا وإلسا وبيموتوا، وساعتها العناصر الأربعة بتغضب عليهم وبتنزل عليهم صخور لحد ما بتصيب والد آنا وإلسا وبيغمى عليه، وساعتها بيظهر حد وبينقذه باستخدام السحر. ولكن فجأة بيسمع صوت غريب اللي بيبقى مش معروف ايه مصدر الصوت ده، وبيكون بداية حاجة محدش فيهم كان يتخيلها. المهم بعدها بيظهر ضباب شديد على الغابة والعناصر بتمنع دخول او خروج اي حد من الغابة. وبنرجع تاني لإلسا وآنا وبيخلص والدهم الحكاية وبيقول لهم انه صحى بعدها ولقى نفسه في المدينة، ومن ساعتها وهو حكم المدينة بعد والده، وبيفهمهم ان قوة الغابة المسحورة مش هتفضل نايمة وان لازم يجي يوم وهتصحى تاني، علشان كده لازم يستعدوا يحمي مدينتهم من اي خطر. بس يا ترى هتقدر إلسا وآنا يواجهوا الخطر اللي جاي ويوقفوه؟ ده اللي هنعرفه. وبنرجع للحاضر وبنشوف إلسا اللي كانت بتفتكر الكلام ده لما كانت صغيرة، وبيجي واحد من الحراس وبيناديها، ولكن فجأة تسمع إلسا الصوت الغريب اللي كان والدها بيسمعه، فبتسأل الحارس إذا كان سمع الصوت ده، فبيقولها إنه ما سمعش حاجة وبكده مفيش حد بيسمعه غيرها. وبالليل بتقعد إلسا مع أختها آنا وكمان كريستوف وبيلعبوا لعبة الأفلام، وأثناء ما هما بيلعبوا بتسمع إلسا الصوت مرة تانية،
فبتتوتر وبتسيبهم وبتمشي بسرعة. وقتها أنا بتقلق على أختها وبتكون مش فاهمة ليه هي متغيرة. وساعتها بيحاول كريستوف يعرض عليها الجواز وبيكون جايب ليها خاتم ولسه هيتقدم لها، لكن أنا ما بتكونش شايفاه وبتخبطه بالغلط فبيقع منه الخاتم. ولما بيجي يلحقه أنا بتسيبه وبتمشي علشان تطمن على أختها. وبنرجع لأوضة إلسا وبتلاقيها متضايقة فبتسألها إيه اللي مضايقها كده، فبتكذب عليها إلسا وبتقولها إنها كويسة وما بتقولهاش أي حاجة على الصوت اللي بتسمعه. ولما بتيجي تنام بتسمع الصوت تاني، وقتها بتتبع الصوت ده علشان تعرف مصدره إيه. فبتخرج وبتلاقي قدامها نور غريب وبتفضل تجري وراه لحد ما بيختفي. فبتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتتفاجئ لما بتعرف إن الصوت ده تبع الغابة المسحورة والعناصر الأربعة. وساعتها الدنيا بتتقلب حواليها وفجأة بتختفي المية من المدينة وبتيجي عاصفة شديدة جدا وبتسحب كل أهل القرية وبتبدأ الأرض تتحرك وبتخرج الناس من المدينة. وبتحكي إلسا لآنا إنها بتسمع صوت تبع الغابة المسحورة وإن الغابة صحيت مرة تانية زي ما والدهم كان محذرهم وهم صغيرين. وأثناء كلامهم بتيجي الكائنات الغريبة اللي عالجت آنا وهي صغيرة، وبيسأل الزعيم إلسا إذا كانت مستعدة تواجه العناصر الأربعة وتعرف الغابة المسحورة صحيت ليه وتكشف سر الماضي اللي محدش يعرف لحد دلوقتي هو إيه، وليه الحرب قامت زمان. فبتقرر إنها تدخل الغابة المسحورة وتعرف مصدر الصوت ده وتدور على حقيقة اللي حصل في الماضي. لكن للأسف هي ما كانتش عارفة إن اللي بتعمله ده هيدخلها في أخطر مكان ممكن تدخله في حياتها. المهم أنا بتقولها إنها تروح معاها هي وكريستوف ومش هتسيبها لوحدها. فبتطلب إلسا من الزعيم إنه يخلي باله من أهل مدينتها في غيابها. وبعدها بيركبوا العربية بتاعة كريستوف وبيمشوا طريقهم للغابة. وبيحاول كريستوف يعرض على آنا مرة تانية الجواز، ولكنها بتكلمه عن الغابة المحظورة وإيه اللي ممكن يقابلهم هناك. ولما بيجي يقول لها على طلبه فجأة بتسمع إلسا الصوت الغريب تاني، فبتطلب من كريستوف إنه يوقف العربية بسرعة وبتمشي اتجاه الصوت لحد ما بتلاقي ضباب كتير جدا وبتفهم إنها وصلت للغابة المسحورة. ولما أولاف يحاول يدخل الغابة لكن الغابة بتحدفه بره لأن الغابة مش بتدخل حد. وقتها بتستخدم إلسا سحرها وبتكشف الغبار اللي على الغابة، وساعتها بتظهر تماثيل حجرية لعناصر الطبيعة الأربعة وبيفتكروا كلام والدهم عن قوة عناصر الطبيعة، لكن الغابة بتحبسهم جواها. ولما بيشوفوا الغابة من جوه بينبهروا بجمالها. وأنا تستغرب لما بتشوف السد اللي بناها جدها الملك شعب الغابة. وبيقرب كريستوف من أنا وبيستغل إنهم لوحدهم وبيحاول يتقدم ليها مرة تانية، ولكن برضو أنا بتفهم كلامه غلط وبتفتكر إن إلسا لوحدها. فبتقلق على أختها إلسا وبتسيبه وبتروح تدور عليها. ولما بتلاقيها فجأة بيجي إعصار وبياخدهم وبتحاول إلسا إنها تنقذهم وبتستخدم سحرها وفعلا بتخرج آنا وكريستوف وبتحاول تتغلب على الإعصار. ساعتها بيظهر ذكريات قديمة لأحداث حصلت في الغابة دي زمان، وبتشوف إلسا تماثيل ثلجية وبيعرفها أولاف إن المية ليها ذاكرة وعلشان كده ذكريات الماضي اتشكلت على شكل تماثيل من المية للأحداث اللي حصلت. فبيقتنعوا بكلام أولاف وبتكتشف إلسا تمثال لوالدها وهو صغير ومعاه الست اللي أنقذته لما فقد الوعي. وفجأة الدنيا حواليهم بتقلب وبيسمعوا صوت غريب وبيظهر شعب الغابة المسحورة وبيتصدم حراس المدينة اللي اتحبسوا في الغابة من زمان. ولما بيجوا يهجموا على إلسا واللي معاها بتوقفهم إلسا وبتستخدم سحرها علشان تمنعهم. تستغرب القائدة شعب الغابة المسحور وكمان قائد الحرس. فبيدخل أولاف وبيبدأ يحكي لهم الحكاية من أول ما إلسا وأنا وهم صغيرين لحد إيه اللي خلاهم يجوا هنا، وده بسبب صوت غريب استدعى إلسا علشان تحرر الغابة. وبينصدم قائد الحرس لما بيعرف إن إلسا وأنا ولاد الأمير الصغير اللي بقى ملك إيرلند. وفجأة بيظهر كائن صغير وبيحرق الغابة وبيولع في كل الشجر. فبتستخدم إلسا قوتها علشان تطفي النار، وساعتها بتسمع الصوت من تاني وبتتفاجئ إن السحلية كمان سمعته وإنها عارفة مصدر الصوت. فبتروح إلسا مع السحلية علشان تعرف مصدره إيه. وأنا طبعا بتكون خايفة على أختها جدا، لكن إلسا بتهديها وبتغطيها بالشال بتاع والدتهم. وقتها بياخد باله واحد من سكان الغابة وبيقول لإلسا إن الشال ده يخص شعبهم. فبتستغرب إلسا وبتروح هي واختها وأولاف لتمثال التلج
بتاع والدهم من تاني، وبيكتشفوا ان والدتهم هي اللي انقذت والدهم وهو صغير، وانها اصلا من سكان الغابة، علشان كده ورثت قدراتها وبقى عندها قوة سحرية. وبيحتفلوا سكان الغابة بإلسا علشان هي طلعت واحدة منهم. وبعدها تقعد إلسا مع واحدة من شعب الغابة وبتقول لها ان في 4 عناصر للطبيعة، ولكن في عنصر خامس بيتحكم في كل العناصر دي، وان الصوت اللي هي بتسمعه ده يبقى صوته. وفجأة بيحصل هزة أرضية وبيظهر عمالقة، وبيقول لهم ان اكيد العمالقة دول عرفوا بوجودهم في الغابة، فبيقرروا كلهم انهم يتحركوا ناحية الشمال علشان يروحوا لمصدر الصوت. وبتسأل انا على كريستوف، فبيعرفها اولاف انه دخل الغابة مع واحد من القبيلة، فبتتضايق انا جدا والكاميرا بتاخدنا لكريستوف اللي بيكون مع واحد من الشعب الغابة علشان يطلب ايد انا بطريقة رومانسية. ولما بيشوف خيال حد جاي من بعيد بيفتكرها انا وبيعرض عليها الجواز، ولكنه بيتفاجئ لما بتطلع قائدة شعب الغابة وبتقوله ان حبيبته انا مشيت مع اختها إلسا ناحية الشمال. وفي الوقت ده توصل إلسا واختها لمنطقة مهجورة وبيلاحظوا حاجة غريبة، ولما بيقربوا بيكتشفوا انها السفينة اللي بابا ومامتها غرقوا فيها، وبيدوروا على اي حاجة تفهمهم اللي حصل معاهم زمان. فبتكتشف انا الرسالة اللي والدتها كتبتها، وبتبقى كاتبة فيها انهم لقوا مصدر قوة إلسا. وبعدها بيلاقوا خريطة وبيكتشفوا ان مصدر قوة إلسا موجود في البحر الاسود. فبتفتكر ان كلام اولاف لما قال ان المية ليها ذاكرة، وبتستخدم إلسا قوتها وبتحول المية اللي موجودة على السفينة لتماثيل ثلجية على هيئة باباها ومامتها علشان تفهم اللي حصل. وقرروا يروحوا للبحر الاسود علشان يكتشفوا طريقة يقللوا بيها قوة إلسا، لان في الوقت ده قوتها كانت كبيرة وممكن تهدد حياة الناس. ولما إلسا بتحس بالذنب انا بتواسيها وبتقولها ان ملهاش اي ذنب في اللي حصل، وان هي الوحيدة اللي تقدر تحرر الغابة المسحورة من اللعنة. فبتقول إلسا الآن انها هتروح للبحر ده، وانها لازم تروح لوحدها علشان ما تعرضش حياة انا للخطر. فبترفض انا وبتقول لها ان اي حد بيقرب من حدود البحر ده بيغرق، علشان كده مش هتسيبها لوحدها. فبتتأثر إلسا وتحضنها، وفجأة بتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتعمل مركب صغيرة وبتركبهم فيها وبتبعدهم عنها. وشوية بتوصل إلسا لمكان البحر وبتستخدم سحرها علشان تعدي النهر، لكن بتكون قوة الموج أكبر منها، والبحر بيعمل أمواج عالية جدا علشان يمنع إلسا من إنها تعدي. وفجأة بيظهر حصان سحري في المية بيمنع أي حد يعدي البحر وبيحاول يغرقها، فبتحاول تهرب منه. فبتستخدم إلسا قوتها وبتعمل حبل من الجليد وبتركب فوق الحصان علشان تحاول تروده، وفعلا بتنجح وبتجري بالحصان فوق المية لحد ما بتوصل لكهف وبتسمع صوت اللي كانت بتسمعه. فبتفهم ان الكهف ده هو مصدر الصوت اللي بتدور عليه، وبتدخل إلسا الكهف وبتكتشف ان العنصر الخامس ده هو التلج، وان هو اقوى قوة في القوة السحرية ال4، وان ده العنصر اللي بيربط بينها وبينهم كلهم. وبتنصدم لما بتعرف ان الصوت ده اللي كانت بتسمعه هو صوت والدتها، وبتشوف كل ذكريات طفولتها مع باباها ومامتها. وقتها بتشوف ذكريات جدها الملك اللي بنى سد الشعب الغابة المسحورة، وبتكتشف ان جدها هو السبب في الحرب اللي بين الشعبين، لانه كان قلقان من ان الشعب الغابة يستخدم السحر وان قوتهم تبقى اكبر من قوته. ووقتها بنى السد علشان يحاصر الشعب. وبتمشي إلسا ورا جدها علشان تعرف اكتر عن اللي حصل زمان، وبتنزل لمكان مظلم في القاعة وبتعرف ان جدها سبب كل ده. لكن بتبدأ إلسا تتجمد بالكامل وسحرها بيروح، ولكن قبل ما تتجمد تماما بتستخدم سحرها وبتبعت لاختها رسالة فيها كل اللي اكتشفته. وبنرجع لأنا وأولاف في كهف العمالقة، وبتعرف عن طريق النور ان جدها كان بيحاول يقتل قائد شعب الغابة، وبتفهم ان السد ان جدها هو اللي بناه. فبتقرر أنا انها تدمر السد ده وتحرر الغابة من اللعنة، ولكن أولاف بيسيح. وساعتها أنا بتفهم ان إلسا في خطر، وبيتلاشى أولاف وبتخرج أنا من الكهف وهي حزينة، وبتروح تدمر السد بسرعة وبتستفز العمالقة علشان يجروا وراها علشان تخليهم يدمروا السد.
تجري آنا لاتجاه السد، فبيجي كريستوف على آخر لحظة وبينقذها، ولما بتوصل بتلاقي الحراس واقفين علشان يحموا حدود السد علشان يمنعوا العمالقة من إنهم يدمروه. وبيقول لها قائد الحرس إن جدها الملك أمرهم يحموا السد بأي تمن، فبتعرفوا آنا إن جدها هو اللي خان شعب الغابة وإنه هو اللي كان السبب في الحرب، علشان كده لازم تدمر السد ده علشان تحرر الغابة من اللعنة. فبيوافق قائد الحرس إن السد يتدمر وبيساعدها إنه يلفت انتباه العمالقة. تجري آنا على السد فبيحدف العمالقة الصخور على السد وفعلا بيتدمر كله، وللأسف آنا بتقع، لكن بيلحقها قائد الجيش وكريستوف على آخر لحظة. وبيظهر في السماء العنصر الخامس اللي هو التلج، وعلشان كده بتتحرر إلسا بعد ما كانت متجمدة وبتقع في المية وبينقذها الحصان المائي. ومن الناحية التانية بتبدأ الأمواج اللي كان حاجزها السد تتجه ناحية إيرلندل، ولكن بتيجي إلسا وهي راكبة الحصان وبتستخدم سحرها وبتبعد المية عن المدينة على آخر لحظة. وبيفرح شعبها علشان إلسا أنقذت المدينة، وأخيرا بتتفك لعنة الغابة المسحورة وبينتهي الضباب اللي كان عليها، وبيتحدوا شعب الغابة مع شعب المدينة مرة تانية. وبتكتشف آنا إن أختها إلسا لسه عايشة لما بتشوفها راكبة على الحصان وبتمشي على المية وبتوصل للشاطئ، وبتفرح جدا وبتحضنها. وبيروح ليهم كريستوف وبيفرح لما بيعرف إن إلسا رجعت تاني ليهم، وكمان إلسا بترجع أولاف مرة تانية. وأخيرا بيقدر كريستوف إنه يعرض على آنا الجواز، وبتفرح آنا جدا وبتوافق وبترجع الحياة تاني المدينة. وبنشوف إن آنا بقت هي الملك لأن إلسا بتتخلى عن الحكم ليها وبتعيش في الغابة المسحورة علشان تحميها. وبتبعت آنا لأختها إلسا رسالة علشان يتقابلوا مع بعض زي كل مرة. ومجرد ما بتقرأ إلسا الرسالة بتاخد حصانها وبتجري على أختها، ورغم إن إلسا عايشة في الغابة المسحورة وآنا في المدينة مع كريستوف وأولاف، إلا إن الأختين دول مهما بعدت ما بينهم المسافات دايما بيرجعوا لبعض. وهنا الفيلم بيقولك مش مهم الخطر اللي هتواجهه في الحياة، المهم مين واقف جنبك وقت ما هتواجه الخطر. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص أفلام، وتوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وتكتب لنا في كومنت بتتفرج على الفيديو من أي بلد. أشوفكم في الفيديو الجديد.